السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا ريت ما تنسوش اللايك والشير. هقول لكم بقى ازاي القناة بتاعتي اتقبلت خلال 24 ساعة فقط لا غير. تمام. اول ما هقول لكم ازاي اتقبلت الاول، وبعدين هقول لكم ازاي حققت الشروط. هحكي لكم القصة كلها. تمام. اتقبلت ازاي؟ طبعا اول ما حققت الشروط كاتب لي بعتولي ان على الجيميل مبروك ان انت حققتي الشروط والكلام ده كله، وابدأي بقى ايه، ادخلي اعملي ايميل ادسنس وادخلي على موضوع علامة الاس ديت اللي هي الارباح عشان اكمل بقية الشروط. عملت الايميل خد برضو 24 ساعة. انا عملته يوم السبت الصبح الساعة 10 كده. بعتولي على الساعة 2 بالليل ان الايميل اتقبل واتوافق عليه، وان القناة دخلت مراجعة. القناة دخلت مراجعة يوم الاحد الساعة 2 بعد منتصف الليل. تمام. وتاني يوم جالي المسج ان القناة اتوافق عليها يوم يعني قصدي اللي هو ايه الساعة 2 بعد منتصف الليل. بعديها في نفس اليوم يعتبر، بس بالليل الساعة حوالي 7 كده جاتلي رسالة امبارح ان القناة اتقبلت واتوافقت عليها. طبعا كنت حريصة جدا ان ما احطش اي شرح او اي عنوان للفيديو غلط، او عنوان ما يكونش متخصص للفيديو، بيبقى غلط جدا. القناة بتترفض برضو. الصور المصغرة كنت حريصة جدا ان هي نفس الصور بتاعة الاكلة. ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. من يعني حاجات من ده كتير. بس يعني ما تقوليش الفاظ خارجه. تمام. ما تبقاش صور ثابته، يعني الصور ما تبقاش ثابته علشان الصور الثابته برضو بيرفضوها. العناوين زي ما قلت. طبعا بعد ما اتقبلت كتبولي ان انا ادخل اعمل الربح على الفيديوهات. دخلت عملت الربح على الفيديوهات، لقيت فيديو واحد هو بيبقى فيه جنبيها علامة الربح اللي هي علامة الدولار اللي هي الاس ديت، بتبقى خضرة وصفرة. لقيت فيديو واحد اللي هو لونه عليه اصفر. فيديوهين يا ربي. فيديو عليه اصفر اللي هو ام علي. معرفش فيه ايه غلط. وفيديو تاني اللي هو الروتين اليومي، بس انا متوقعه ان هم عاملين علامه الاس ديت اللي هو الفيديو مش ممكن ما يجيش عليه اعلانات، او ممكن يجي اعلانات عليه قليله جدا، او مش هيحقق ربح يعني عامه. عشان كنت جايبه فيه الالعاب بتاعه الاطفال بتاعه اولادي او اولادي طلعوا في الفيديو. فهي الفيديو ده متخصص للطبخ للكبار مش الاطفال، ان اليوتيوب بقى حريص جدا على الموضوع ده. دي اول حاجة. تاني حاجة موضوع بقى تحقيق الشروط. حققت الشروط ازاي؟ طبعا القناة مكتوبة ان هي مفتوحة من 2014. لا، القناة مش مفتوحة خالص من 2014. القناة مش مفتوحة من 2014. تمام. كنت بلعب وبتاع وخلاص هعمل قناة، لا مش عارفة ايه. المهم ما عملتهاش، يعني اتفتحت وما اتعملتش. جيت من حوالي 7 شهور اتكلمت انا واختي وقلنا ايه رأيك نفتحها والكلام دوت. انا الاولاد بقى مش عارفين ننزل نشتغل والكلام دوت، وكل ايه عاوز يعمل حاجة من البيت. اتفقت انا وهي وابتدينا في اليوتيوب نصور الفيديوهات الاكل وننزلها والكلام ده كله.
ماشي تمام تمام. جيت قعدت اعمل بقى، قعدت 5 شهور، جبت حوالي 300 وحاجة ساعة. طبعا 5 شهور يعني خلاص جالي اكتئاب وزهقت. واقلب في القنوات التانية، ما شاء الله في قنوات صغيرة، وهوب مرة واحدة في خلال شهر واحد تلاقي تلاقيهم اللهم صل على النبي، تلاقيهم مرة واحدة عملوا الشروط والقناة بتاعتهم اتفعلت. طبعا غريبة جدا، انا من النوع اللي ما بقعدش ساكتة، بحب اعمل سيرش وابحث واشوف ازاي وكده. المهم قعدت اعمل سيرش كتير لحد ما لقيت قناة من ضمن القنوات بتقول ان هي في واحد ساعتها وسابت رقمها، هو بيعمل معاكي ديل. المهم سابت رقم الشخص اللي ساعدها دوت، وخدت الرقم، اتصلت وعرفت هو ساعدها ازاي. بيبقى في اتفاق، تمام. اتفقت انا وهو، وكنت حققت انا الشرط الاولاني، ما بتدخلي لاصحابك واصحابك ده يقولوا لاصحابهم واصحابهم يقولوا المهم لفه كبيره. كان العائق كله الشرط التاني، ال 4000 ساعه، يعني كانت صعبه جدا. كنت بترازق على خلق الله، كنت هو لا ادخلوا اتفرجوا على القناه بتاعتي. وفي الاخر عملنا 370 باين ساعه. سبت القناه، زهقت بقى ومليت، سبتها كام شهر وبعدين قررت ان ارجع لها. فبقى اما قررت ان ارجع لها عملت كلمت الاستاذ دوت وساعدني، تمام، حاجه مقابل حاجه. بعد ما ساعدني حققت طبعا الشروط، بعتوني مسج زي ما قلت في اول الفيديو. و بعد ما حققت الشروط دخلت المراجعه واتقبلت بعد 24 ساعه. طبعا كنت حاطه فيديو لاغنيه مش تبعي، مسحته. كنت حاطه فيديو للاولاد وهم بره بيلعبوا في النادي، شلته طبعا عشان الحاجات دي كلها بتخلي القناه تترفد، لان هي لو قناه متخصصه لكذا او قناه متخصصه لكذا ما ينفعش الاتنين. بس ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامه الجرس، تمام. عاوزه الفيديو دوت يوصل لي كتير يعني. سلام.